يا صباح الفل، يا صباح السعادة، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا أحلى أخوات في الدنيا، عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات، يوم جديد وفيديو جديد وجولة جديدة في النزهة الجديدة. بس يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو متنساش بقى نحط اللايك الحلو من إيديكم الحلوة ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات. النهارده جولتنا مختلفة خالص، كل مرة أقول لكم أنا جايبة لكم مكان اكتشاف، مكان كنز، لأول مرة بجد أخش مكان وأبقى منبهرة بيه. طبعًا المكان ده لسه فاتح جديد، وأنا طبعًا بُصّوا أي مكان يبقى فاتح لسه جديد لازمًا أصوّر لكم فيه، لإن أنا باعشق أوي الحاجات المطبخ ورفايع المطبخ والتجديدات، وباحب أشارككم كل حاجة أنا باصوّرها بالأسعار والعروض والتخفيضات اللي هم عاملينها بمناسبة افتتاح المحل. المحل ده لسه جديد بيت الورد، محل بجد اكتشاف في النزهة الجديدة. مكانهم 18 النزهة الجديدة في شارع المدينة المنورة متفرع من طه حسين. طبعا أرقام التليفون ولينك التليجرام كل ده هسيبه لكم في أول تعليق مثبت. 18 المدينة المنورة في شارع متفرع من طه حسين. عايزة بقى أقول لكم كمية الانبهار اللي أنا انبهرت لما شفت المحل ده. بيت الورد بيقدم شوية حاجات بجد خطيرة، الكواليتي بتاعها عالي جدا، حاجات أول مرة أشوفها، ديكورات تحفة. كل حاجة بجد هتشوفوها معايا في الفيديو، كملوا الفيديو للآخر اوعوا يفوتكوا أي حاجة. كل رفايع المطبخ، كل الأطباق الصيني، كل المجات، كل كوبايات القهوة. بصوا الحاجات دي محتاجة بجد عرايس، العرايس اللي بتجهز بجد الحاجات دي هتعجبكم قوي. أطقم بقى الفناجيل الشاي، أطقم التوابل، كلها بأشكال خطيرة بجد. أنا أول مرة أشوف الجمال ده بجد. ده يتحط كده ديكور، محدش يلمس الحاجة دي ولا يشرب فيها، احنا نقف نتصور جنبها بس. بجد أنا كنت منبهرة بجد، وكان لازم أصور لكم المحل ده من جماله وعشقي ليه. طبعا انتوا هتتفرجوا معايا على كمية الحاجة والشياكة والجمال، وطبعا الحقوا العروض اللي هم عاملينها والتخفيضات علشان بمناسبة ان هم لسه فاتحين جديد. بصوا بقى طقم الفناجيل الشاي ده بقى بالبراد الكيوت القمر ده، بجد بألوانه بقى شيك جدا، يتحط في النيش، يتحط على الرخامة، بجد جمال ما بعده جمال. انا عمري ما شفت الجمال ده بجد والله العظيم، حاجة تحفة قوي. وانا متأكدة جدا ان انتوا لو رحتوا المكان ده هتتبسطوا جدا جدا جدا، هتشتروا منه كل حاجة. وانا بعشق الاماكن اللي اخشها اشتري منها، يبقى شاملة كل حاجة. اخش المحل كده اشتري كل حاجة منه، سواء بقى محتاجة فناجيل للشاي، فناجيل قهوة، طقم توابل، توزيع، ديكورات، تقطقم الحمام. عايزة اقول لكم المكان بجد شامل كل حاجة. الاسعار طبعا هتلاقوها في لينك التليجرام، كل حاجة بسعرها. العلب، الزيتات، بصوا هتشوفوا تحف فنية معايا. انا متأكدة بجد ان انتوا لو رحتوا المكان ده او المحل ده هتبقوا مبسوطين ومبهورين زي كده، زي ما كنت انا مبهورة بجد بالحاجة دي. عايزه اقول لكم بقى كمان كملوا الفيديو للاخر، في كميه زرع بقى وشجر صغير وفازات صغننه كده وكبيره واشكال ورد. عايزه اقول لكم حاجات بجد ديكورات تحفه ما شاء الله. بجد المحل عنده تشكيله خطيره. بصوا بقى الاطقم دي، البرادات، السكريه، حاجات كده تتحط بجد فظيعه. وزي ما قلت لكم كده المكان ده عايز العرايس الجديده اللي لسه بتجهز، دي كلها الترندات اللي طالعه جديده باشكالها بقى. عايزه اقول لكم ان الغطيان دي خشب، البطرمانات، الصواني، بصوا بقى اللي هي مكتوب عليها نورتونا دي، جاي لك ضيوف تقدمي عليها كده، شكلها شيك جدا. اطباق الفاكهه والتسالي بجد بالوانها باشكالها باحجامها، بجد هتخشوا تشوفوا حاجات عمركم ما شفتوها بصراحه. هنا بقى نخش بقى على اطقم التوزيع، بيبيعوا بالواحده وممكن تكوني طقم كده كمان. الخامه والكواليتي بجد مفيش اجمل من كده، حاجة نضيفة جدا، مش الحاجات اللي بتجيبيها وتتكسر منك، لا بجد الحاجة هناك فظيعة ما شاء الله. بجد المحل كان خطير. تعالوا بقى نخش بقى على بصوا قسم المجات، خش بعده على الاطباق اللي انا شفتها بجد. انا بحب اجدد قوي في المطبخ والحاجات دي، هتشوفوا معايا شوية مجات وكوبايات واطباق بجد تحفة. طبعا الجمال بيتكلم عن نفسه، انتوا شايفينه اهو، مش محتاجة ان انا يعني اعبر عن جمالي للحاجة ولا اشكالهم ولا الوانهم. ولا بصوا سرافيس اطباق تلاقي، بصوا بقى شكل الطبق لما تقدمي فيه بجد خطير. عايزة اقول لكم ده كده من قدام، من ورا بقى هوريهولكم دلوقتي تعريجات كده زي زجزاج، شكلها خطيرة يعني، مش طبق عادي لا بجد والله. في منه بقى الكبير الغويط، وفي منه الصغير، في سلاطين زي ما انتوا شايفين، لسان عصفور، الشوربة.
بجد الوانهم واشكالهم خطيره. لسه في تحت اهو، بصوا زي ما انتوا شايفين السرافيس بقى البيضاوي واللي زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله يتحط على السفرة كده ينورها بجد. طبعا كلنا محتاجين شوية حاجات كده على سفرة رمضان بقى، كل سنة وانتوا طيبين. طبعا كلنا بنحب نجدد كده في الأطباق والكوبايات. حطي الحاجات دي كده على السفرة، حطي تغرفي فيها بقى الشرب، الملوخية، الرز، بجد خطيرة. بصوا أشكالهم وألوانهم وأحجامهم، بجد والله الحاجة حلوة قوي، ما شاء الله ما شاء الله. المحل بتاع بيت الورد يعني عايزة أقول لهم شابوه، الحاجة عندكم تحفة غير أي حد. عايزة أقول لكم بقى على سر خطير، أنا الحاجات دي بتحسن لي نفسيتي، مش قادرة أقول لكم إزاي. معرفش بقى مين زيي، أنا حاجات المطبخ، رفايع المطبخ، أشكال الأطباق لوحدها، الكوبايات، الحاجات دي بصوا لما بتفرج عليها بس كده بحس إن نفسيتي ارتاحت، مش عارفة ليه. تحس بقى ان ده مرض، الله اعلم. اشتريت طبق بقى جديد كده، اشتريت كوبايه، اشتريت مج، بحس ان نفسيتي اتعدلت. المود بتاعي لما بكون متغير لازم انزل المكان ده بقى، النزهه الجديده، واقعد بقى ايه اتفرج على الحاجات الحلوه دي. انا متاكده ان انتوا لو نزلتوا هتحسوا نفس الاحساس اللي انا حاساه ده بجد. يلا بقى لو وصلتوا لحد هنا متبخلوش عليا باللايك كده الحلو من ايديكم الحلوه، حطوا اللايك الحلو، شجعوني كده بتعليق قمر كده. وتعالوا بقى نشوف الحاجات الرفيع التحفة دي اللي بجد شفتها انبهرت. عايزة اقول لكم المعالق الخشبية دي بجد خطيرة، خامتها تحفة قوي. اللي هي بقى بصوا بقى انا هوريكم بقى الحاجات اللي فوق دي، ما كنتش عارفة ايه دي. الميه والفلفليه، بصي الليمون مثلا لو بصي الليمونه متبقيه منك تحطيها تحافظي عليها مش هتنشف. يعني اي خضار، يعني فلفل تحطي فيها فلفل، طماطم تحطي فيها لو طماطم. متبقيه منك تحطيها في الثلاجه مش هتنشف ولا هتبوظ. حلو قوي. دي بكام الواحدة؟ الواحده ب 60. 60. عايزه ايه؟ زي ما سمعتوا كده في الفيديو، انا كنت شايفاها انا بحسبها ديكورات، قالوا لي لا ده دي بتحطي بيها بواقي الاكل عندك، يعني زي حفظ الطعام. والواحده زي ما انتوا سمعتوا سعرها في الفيديو، اي حاجه تتبقى منك هتحطيها جوه العلبه دي وتقفلي عليها، سواء طماطمايه، بصلايه، فاكهه، فلفل، بصوا اي حاجه تخطر على بالكم. فكره حلوه قوي وديكور حلو قوي، نحطه في التلاجة كده. بصوا يعني هتحطيها كده تحسي ان هي ديكور، مش علب حفظ الطعام ولا اي حاجه. تعالوا بقى نخش على الحاجات التحفه دي. المعالق والشوك بجد شكلهم خطير. عايزه اقول لكم انا مسكت واحده منهم، خامتها تقيله ونظيفه ما شاء الله عليهم، حلوين قوي. طبعا زي ما قلت لكم اسعار الحاجات دي كلها، تخشوا لينك التليجرام هتلاقوا سعر كل حاجه، وطبعا العنوان ورقم التليفون ولينك التليجرام هسيبه لكم زي كل مره في الاول تعليق مثبت. بصوا بقى المصافي السلك دي برضو خطيرة. زي ما قلت لكم كده، احلى حاجة في المحل اللي انا بحب اخشه ان انا اخش المحل الاقي فيه كل حاجة بقى تخطر على بالكم من حاجات المطبخ. زي ما قلت لكم كل حاجة كل حاجة بتدوري عليها بتلاقيها جوه المحل. ودي بقى ميزة المحلات اللي انا بصورها لكم، ان انت تخشي محل واحد تلمي كل اللي انت عايزاه. ما شاء الله الحاجة والكواليتي تحفة. يلا بقى ما استاهلش كده منكم تكتبوا لي تعليق حلو كده وتقولوا لي جولتك النهارده حلوه يا ميرو، المكان تحفه يا ميرو. يلا شجعوني كده، عايزه اشوف تعليقاتكم الحلوه اللي بتشجعني كده تخليني انزل اصور لكم في اماكن حلوه. تعالوا بقى نشوف الجريل الزهر ده اللي بيخلي الاكل تحفه بجد. بصوا التقيل جدا ما شاء الله، عايزه اقول لكم انه حلو قوي، في ناس كتيره بتحب الحاجات دي. بصوا الحله كيوت القمر دي، الحله دي حله زهر برضو، تسوي فيها بقى الملوخية، تعملي فيها أكلات حلوة قوي. بجد المحل شامل حاجات كتيرة قوي، ديكورات تحفة، علب التوابل بأشكالها، علب التوزيع، كل حاجة موجودة هنا عند بيت الورد. واستنوا لسه، اوعوا تهربوا مني، تعالى اوريكم الزرع الجميل دلوقتي، كملوا الفيديو للآخر، لسه في شوية زرع كده هصوره لكم. بجد ما شاء الله انا بحب الزرع جدا، حلوين قوي. اطقم الحمام دي بقى بأشكالها بجد تحفة فنية، بجد خسارة ان هي تدخل الحمام، اشكالهم بقى تحفة، الخامة والكواليتي تحفة بجد والله العظيم، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، الحاجة تحفة قوي. بصوا الاشكال، الحاجات تحفة. يعني علب المناديل لوحدها، بصوا الجمال، دي كل لوحده كده تحطي فيه المناديل تحطيه على سفرتك، خطير. تعالي بقى شوفي البطرمانات، يعني انا ما صدقتش ان ده بطرمان للتخليل. بصي شكل البطرمان عامل ازاي، بصي العوجة اللي فيه، تحسي ان هو ايه بيتدلع كده. تخيلي بطرمان زي ده بقى كده تحطي فيه مخلل كده وتحطيه على الرخامة، ما شاء الله حلو قوي. علب اللبن زي ما انتوا شفتوا في الاول كده، علب التلاجة، الخامة بتاعتها تحفة. بصوا بقى اشكالها، بصوا ده اكليريك من فوق،
اللي فوق دول اكليريك، ما شاء الله عليهم حلوين قوي، يعني تشكيلة تحفة بجد والله العظيم، كل حاجة في المحل خطيرة. دي برضو علب بطرمانات. بصوا الصفايات بقى اللي هناك، الاطباق السودا دي حلوة قوي، طالعة جديدة ما شاء الله، هي عاملة زي المينامين كده اسود، تحسي ان هو مش مينامين اصلا. بصوا للتقديم كده شكله شيك جدا. بصوا شكل الطبق، يعني ابيض والاسود خطير بجد، حلو قوي. دي كانت كل التشكيلة اللي في المحل. ثبت الفاكهة يا جماعة، اللي تحطي فيه الفاكهة كده برضو شكله خطير. بصوا بقى الكوبايات بألوانها بأشكالها. تعالوا بقى شوفوا الزرع الجميل بجد والله العظيم. أي حاجة من هنا كانت بتبدأ من 65 وانتي طالعة. بصوا منظر الزرع ما شاء الله حلو قوي. الزرع تشوفيه كده تحس ان هو زرع طبيعي بجد، حلوين قوي، اشكالهم تحفة. في منهم الورد، في الزرع السادة زي ما انتوا شايفين. المحل خطير. بصوا هنا الوردة دي حلوة قوي، ده هنا زرع واللي تحتيه ورد. بصوا شكلها بجد خطيرة ما شاء الله ما شاء الله. الجولة بتاعتنا النهاردة يعني بتتكلم عن نفسها. شجعوني كده بقى باللايك، والجولة بتاعتنا النهاردة خلصت، وانتظروني بقى في جولة جديدة وفيديو جديد، وهتوحشوني من الفيديو ده للفيديو الجاي. تعالوا بقى نشوف اسم المحل اهو ورقم التليفون اهو، اسم المحل ورقم التليفون، وطبعا لو مش واضح معاكم هحطه لكم تاني برضو في اول تعليق مثبت. واشوفكم على خير، باي باي.